باستمرار على المشاركة. يعني لا أقول جدية لأن اللاعبين يعرفون المسؤولية، لكنها استقبلت أهداف في آخر لحظة، لذلك نتعامل مع الفرص بشكل جيد. هنا الضربة الأولى، عثمان معمر يضرب عثمان والكرة الأولى تضيع. الفرصة الأولى للمنتخب المغربي، الضربة المبكرة والتسديدة في الثواني الأولى، لكن التصدي لحارس المرمى. هنا الغلطة والعقاب كاد يأتي بالجول يا عثمان يا معمر. التصدي كان ممتاز صراحة، التصدي يغلق الزاوية أمام صاحب التمريرات الحاسمة عثمان. من الفرص تم عقابها. هنا الكرة ترفع بالراس، زالت مغربية والدفاع يتدخل. الدفاع معمر بعد ذلك، معمر لمن هذه الكرة. شفنا باراغواي أيضا النرويج، السيطرة لباراغواي، وفي نهاية المطاف النرويج مرت وعبرت. هذه الكرة للكوريين على الطرف الأيمن. الريتم السريع مع البدايات، الريتم ساب أندرليخت محور الدفاع. طبعا اسماعيل بعوف واسماعيل بختي فؤاد الزواني على الطرف الايسر، بينما كرة لعثمان معما يعكس الكرة. من يتابع لاحظ في المتابعة راجعة المرتدة السريعة. هنا الخطورة، هنا السرعة، هنا التوغل. حذاري من كرة، حذاري من كرة. ممتاز ممتاز يا اسماعيل يا بعوف. هنا خرجها من فم الاسد. هنا خرج كرة صعبة جدا. هنا كرة كانت في طريقة للشباك. شوف ردة فعل بعوف، حذاري من مرتدات الكوريين. خطورة كبيرة للسرعات وانطلاقات. تبادل جميل. كرة لعثمان، عثمان يخسر الكرة، والتحول هنا في نقلة سريعة جدا على الجهة اليمنى. هنا كوريا محاولة تسديدة من العرضية لكن فيها بختي يقطع الطريق، والركنية الأولى للمنتخب الكوري. إشارات قوية بين المباراة، لن تكون إطلاقا سهلة على المنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. هنا ياسين جسيم، ياسين يعطي تمرير الوانتو. يا سلام على المرور. عثمان ينادي، عثمان انطلق. هنا يرى من الجهة اليمنى عثمان، يمشي عثمان 1 ضد 1. عثمان يمر، عثمان وفرصة الجول اضرب التسديدة. ياسر الزابيري يطلق الضربة الأولى، الجول الأول لأشبال الأطلس. نعم، ياسر الزابيري يقول أنا حاضر، يقول أنا نعم سأكون نجم الدور الثمن النهائي بضربة. نعم، هنا استعراضية إباغة الدفاع وحارس المرمى. 1-0. نعم 1-0. دائما الخطورة والانطلاقات، ودائما المصدر يكون هو عثمان معمر على الجهة اليمنى. الفرحة الأولى، الضربة الأولى، الكرة الأولى تهتز الشباك الكورية الجنوبية. هكذا انطلقت مع عثمان، والمتابعة في القائمة الثانية الضربة. نعم، والمقصية هنا الهوائية هنا من ياسر الزابيري. ياسر الزابيري غالط الدفاع بالنيران الصديقة. نعم، ولكن رائع ما قام به عثمان معمر وياسر الزابيري. هنا في خطأ، حكم يقول مخالفة في هذه الأثناء. ينتظر ما هو الحل. وصلت إلى فؤاد الزواني لا يمر، والتحولات في منتهى الخطورة، لكن التأمين الدفاعي نعم بقيادة يانيس. توصل لبختي، تمرير ممتاز. الزابيري يتحرك هنا بشكل ممتاز مع جسيم، والزابيري الثاني كان قريب. وصلت إلى عثمان معمر. لا زالت الهجمة مغربية، ولا زالت الفرصة قائمة، والمهارة موجودة. وعثمان بعد ذلك معمر ياسين في وضعية التسديد، غطوا عليه بعد ذلك، والكرة فيها ضربة وتسديدة، ولكن الدفاع يتدخل. هل رأيتم المهارة والسرعة والفنيات العالية؟ 20
يعني منتخب اللي فعلا متألق في بطولة العالم للشباب في النسختين الماضيتين. هنا العرضية التغطية بالسرعة، التغطية حاضرة. الزبيري يستند الآن وفيها خطأ يقول الأرجنتيني بايار، خطأ على مقربة من منطقة الجزاء. خطأ ياتي في سومي باليسرى، الصافرة الأرجنتينية والتسديد الآن شونغ بعيدة تماما، بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. يانيس بن شاوش يتنفس الصعداء في كرة ران عليه شونغ، نعم غلقوا عليه المجال، توصل على الطرف الأيمن سوكو، والبينية هنا في منتهى الخطورة لا زالت، لكن تغطية ممتازة ممتاز ممتاز. اسماعيل بختي يغطي، اسماعيل بختي الكرة في هذا المكان، هذه قد تكون صعبة، الأخطاء مثل هذه لا يجب أن تتكرر. والكرة وصل على الطرف الأيسر العرضية، لكن برافو معمر. أخيرا يضرب النسور النيجيريا 4-0. ولا ننسى كذلك منتخب اليو اس اي أمريكا يربح إيطاليا 3-0، يربح، لكن كانت تجربة مفيدة جدا بالنسبة لفؤاد. وحسنا فعل طارق السكتيوي لما استدعى هذه كرة وانطلاقة جهة اليسرى، محاولة المرور والحكم يقول تجاوزت الخط إلى ضربة مرمى. الشيء بالشيء يذكر منتخب المحليين تحضيرا لكأس العرب، كذلك يشكر على مستوى اللجنة الطبية. هذا الشيء يثلج الصدر صراحة، تواجد عدد من الكفاءات التسييرية في اللجان الفيفا. كرة للأمام، دور سليمان، التغطية هنا الحارس السعد الآن يتقدم ينتظر معما الحدادي، موه يدخل يراوغ المراوغة الأولى والثانية. عندك معما يرفع الكرة في القائمة الثاني بعيد على ياسر هنا، والحضور لجسيم، جسيم يتقدم، ترسل بعد ذلك بعرضية ممكن يا الزواني، ممكن هل يمر الزواني الوانتو، فيها خطأ نعم الخطأ، وياتي وجسيم يتحصل على ضربة حرة. يلا يا شباب بإذن الله الثاني. إذا بايار وجسيم هنا جسيم يسدد الكرة، يغطي بشكل ممتاز. لا زالت كوريا الآن، جسيم يساند الدفاع، ترفع لكن هنا في القائمة الثاني بايار ممتاز. يمشي ليون سيو راوغ سيو يتقدم، سيو يبحث عن الوانتو، هذه العرضية عالية، الكرة تمر عالية، مرت بسلام. هنا الكوريين يعني يناقشوا الحكم بخصوص وجود خطأ، لكن الأرجنتين يقول لا هذه ما فيهاش، هذه الإعادة. صعبة الكرة الماضية، عادية. وحتى الحكم الأرجنتيني يعني من خلال حركاته حاول يفسر لي حتى اللي جانبه أنه اللقطة عادية. شوف مرة أخرى، لا وجود لضربة جزاء، فراي لا وجود لضربة جزاء. العادي هو عدم الإعلان عن ضربة جزاء، يعني احتكاك عادي جدا كما قال الحكم، احتكاك عادي جدا، وهذا ما قلناه. والإعادة من عدة زوايا توضح ذلك، وبالتالي لا وجود لضربة جزاء، نو بينالتي. تبديلات، وأصر على توقيت التغييرات في أماكن معينة في رقعة الميدان. هنا الكرة تصل على الجهة اليمنى لفائدة المنتخب المغربي، ومن سيتكلف بتنفيذ هذه الضربة الحرة. ملعوبة الكرة لمن هنا معمر تصل بعد ذلك على الجهة اليسرى، مرفوع على القائمة الثانية الرأسية ممكن، ولكن على أقرب بايار جسيم في مساحة ضيقة، لكن مرور جميل وتنويع في اللعب الآن، لأن مصدر الخطورة عثمان. وصل الكرة الآن العرضية، لكن عالية عثمان. واضح بأن ستكون لديهم فرص في دقائق الشوط الثاني، وثقتنا إن شاء الله في دفاعات بقيادة باعوف وبقيادة بختي للدود عن المرمى. وهنا في صافرة وخطأ، نعم الأخطاء التي تأتي الآن والضربات الحرة التي يبحث عنها بكل تأكيد المنتخب الكوري الجنوبي. كل ما اقترب الضربات الحرة المباشرة كما سيفعل الآن الثنائي شونغ وسون مين هو يرفع الكرة في القائمة الثانية علي معمر، بعوف دون عادت الخطورة، عادت هنا الفرصة الكورية، يبحثون عن التسديد لكن لا مجال لتركهم للتسديد. هذه ممكن مرت عالية، مرت سلامات، واضح بأن لمست أحد اللاعبين
وبالتالي تتحول إلى ركنية لإعادة مرة أخرى. هذه مرة أخرى. نعم ومسعى ستلعب الركنية الآن مرفوعة على القائمة الثانية الرأسية، لكنها مرت عالية إلى ضربة مرمى لفائدة أن يكون هناك تعزيز أكبر في وسط الميدان، خاصة على مستوى قطع الكرات. هنا زواني يتكلف بمهمة استخلاص هذه الكرة في خطأ. نعم، بطاقة صفراء أم لا؟ حكم هل سيشار البطاقة الصفراء أم لا؟ عموما ضربة حرة لفائدة فؤاد. عادة مغربية. أنت الأول يا عثمان، أنت الأول. برافو عثمان، مرة عثمان، عبر عثمان، انطلاقة من معمة ماذا سيفعل معمة؟ العرضية، فعل أشبال الأطلس. هذه كانت صائبة يا عثمان يا معمة، هذه صائبة يا عثمان يا معمة. حطها له على المقاس، جابها له على المقاس، وبالراس ياسر الزابيري حطها في الشباك. 2-0. يا سلام على الثنائية، يا سلام على راسية الجوليادور بذكريات النجوم أسود الأطلس. هكذا ياسر الزابيري مستقبل النجوم لا خوف عليه مع الجوليادور ياسر. من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية لكرة جميلة جدا. مر عثمان، عبر عثمان، هنا عرضية على المقاس وبالراس. اضرب يا ياسر، سجل يا ياسر في الشباك الكورية تهتز، لأن هناك جوليادور قادم بقوة اسمه ياسر الزابيري. واصل المشوار مع هذا الجيل، جيل الشباب يكتب التاريخ هنا في المونديال، ونبحث عن المزيد. يلا يا شباب، هذه كرة والهربة. عثمان معمة فيها لمسة يد، بطاقة صفراء ولمسة يد، كارت أصفر الآن. بإمكانكم أن تسجلوا الثالث، بإمكانكم أن تضعوا الكرة في الشباك للمرة الثالثة. ترفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، والتسديدة بعيدة. الكرة مرت عالية، يدخل إلياس أبو مسعودي. هذه الكرة العرضية، بعد ذلك ردة الفعل الكورية الآن، محاولة للمرور في عرضية مرت عالية. الكرة تمر عالية. ماذا يقول الحكم؟ الأرجنتيني داريو هيريرا يشير إلى ركنية هذه الإعادة. نعم، ضربت في المدافع عن طريق اللاعب شونغ يسعد للتنفيذ. شونغ مقوصة، مرت بسلام. هذه الكرة الأخطر لكوريا الجنوبية في هذا الشوط، أخطر كرة كوريا الجنوبية. هذه الإعادة الرأسية، حاول يوضع في الزاوية. اللمسة من إلياس بو مسعودي، زابيري حطها، بو مسعودي راوغ. ممكن الثالث. الزواني بعد مرحلتها القادمة، بينما الكرة للأمام لفائدة الكوري. الحذر من المرور. زالت كوريا الرأسية لإبعاد. لازم التغطية، لكن هي رقابة لصيقة الآن دائما في القائم الأول. يانيس، برافو يانيس في خطأ. هذه منطقة الحراس، أي احتكاك، أي لمس لحارس المرمى، معناه أن القرار سيكون منصف. تغطية دفاعية موجودة من علي معمر. برافو علي معمر. مرت عليك، لكن معمر يتدارك. برافو كثيرا، يعاون كثيرا، يآزر كثيرا دفاعات هنا على مستوى القائمة الأول. هذه الكرة للأمام بالراس، تعود إلى يانيس. برافو. فرنسا تلعب هذه الجانبية داخل منطقة الجزاء الرأسية. هل في لمسة يد عادت نهاية المباراة. الهربة والانطلاقة. جسيم، يلا يا جسيم، انطلق يا جسيم، سير يا جسيم، اضرب يا جسيم. مرة جانبية. كان قريب من الهدف الثالث، كان قريب جدا من الهدف الثالث. هذه الإعادة، ياسين جسيم بيسرى يسدد، عنده إصرار على المراوغة. لا زالت هنا كوريا الجنوبية بالراس من جسيم التمريرة هذه معروف بجسيم. بحراوي أول لمسة، البحراوي، والكرة تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب الكوري الجنوبي. تلعب ضربة المرمى.
البديل مقطوعة. ياسين جسيم يتحصل على تمس. المهم في هذه الفترة أننا نحسن الاحتفاظ بالكرة أكثر وقت ممكن. كل ما الكرة عندنا كل ما كانت الخطورة بعيدة.